خلاص يا حبايبي، عملنا صينية جلاش صوابع بالكنافة وبالعجوة زي ما انتوا شايفين. يا جماله يا جماله يا جماله. رمضان في مصر حاجة تانية، وجلاشنا عندنا حاجة تانية. ايه رأيكم في الجمال ده؟ يلا بقى تعالوا كده ما اقولكوا دي بالكنافة ودي بالعجوة. تعالوا كده ما اقولكوا احنا عملناها ازاي. يا مساء السعادة، يا مساء الهنا، رمضان كريم عليكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. يلا نعمل بقى حلو الجلاش محشي كنافة. الكنافة محمرينها في طاسة وحاطين عليها معلقتين سكر بودر ومعلقتين سمنة وحمرناها بقت بالشكل ده. هنحشي بيها الجلاش. معانا حشو. الحشو زبيب، جوز الهند، مكسرات، سوداني، مشكل، حشو مشكل. الحشو اللي عندكم اللي انتوا عايزينه يعني. معانا حبة البركة. حبة البركة اهي اللي هي السمرة دي. معانا هنا سمسم. معانا عجوة بالسمسم. هنعمل حشوة بالعجوة ونعمل حشوة بالكنافة. تمام. معانا هنا واخدين من الجلاش كده، دي ورقة ودي ورقة. خلاص ده ورقتين، حاطين السليمة تحت واللي اتقطعت حاطينها فوق كده. خلاص. هنجيب بقى ايه، ممكن نجيب كده اللي هي بالعجوة كده. من أول يوم فتحنا فيه عينينا على الدنيا، في كل خطوة بنمشي في الحياة طرق مختلفة ونختار منها اللي نرتاح له. نعمل واحدة بالعجوة كده. اللي بالعجوة دي هنحط عليها سمسم وحبة البركة. اللي بالعجوة نشتري حاجة ما بنشتريش إلا من اللي بنثق فيه. بيتا ديفلوبمنت سلمت 10 مشاريع وقبل الميعاد. نقطع كده بالسكينة لأنهم ببساطة بيتا ديفلوبمنت تاريخ من الثقة. زي ما انتوا شايفين كده. هنضيف عليها حبة البركة. حبة بركة اهي كده، حبة بركة وحبة سمسم. ولا حبة سمسم اهو. خلاص. دي اللي بالعجوة، سمسم وحبة البركة. هنلفها بقى كده، نعمل طبقتين من الجلاش كده. شايفين؟ نطبق بقى كده بالعرض ده كده.